طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير سيداتي وسادتي، فيما يلي إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. شفاء 3 حالات إصابة من كورونا اليوم. أوضاع جيدة للمزارع والمراعي في عدوانة. تدشين سدين في مديريتي قالنفحي وسرجقة بكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين نقفة. التوتر يشتد بين اليونان وتركيا بعد عمليات تنقيب في البحر المتوسط. الصين تفرض عقوبات على 11 أمريكيا. وانفجار بركان سينابونغا في إندونيسيا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 10 من أغسطس على 3 من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي قد أكدت شفائهم من المرض وذهبوا لبيوتهم. بهذا بلغت حالات الشفاء من المرض 248 حالة، ولا يزال 37 مريضا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات. وقد وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن إلى 285 إصابة. وزارة الصحة أسمر 10 من أغسطس 2020. قال مدير مديرية عالدخالة السيد عن دمسق الحنوم إن المزارع والمراعي في وضع جيد بفضل هطول الأمطار الجيد. وأوضح إن تسجيل هطول الأمطار في فصل الربيع ل 93 ملم وحتى بداية شهر أغسطس في موسم الخريف 554 ملم. وتوجد المزارع في وضع مبشر لهطول الأمطار في جميع مناطق المديرية. وأشار إلى زراعة الذرة والبذور الزيتية في المديرية هذه السنة وتقديم بذور القمح والذرة للمزارعين، موضحا النمو الجيد للحشائش في المراعي. وذكر وجود ظواهر مقلقة للآفات الزراعية، وأجريت الاستعدادات لإمكانية انتقال الجراد من الدولة المجاورة، داعيا المزارعين للقيام بالمراقبة والمتابعة المستمرة. من ناحية ثانية، لقي شخصان مصرعهما جراء نزول صاعقة واقتلعت الرياح التي صاحبت الأمطار عروش المنازل في مديرية عالدخالة. دشنا في مديريتي قالنفحي وسرجقة بالإقليم الأوسط سدين شيدا بالتنسيق بين الحكومة والمواطنين في 8 و9 من أغسطس. وقد كلف بناء السدين المشيدان بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين نقفة في منطقة صالوت بمديرية قالنفحي وغوريتات في مديرية سرجقة. وألقى المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان في مراسم التدشين كلمة عبر فيها عن أمنياته الكبيرة بأن يلعب السداني دورا كبيرا في تأمين مصادر مياه الشرب الصالحة للإنسان والماشية وتوسيع أنشطة الزراعة المروية. من جهتهما دعا مديرا المديريتين لاستصلاح المنحدرات ومساقط المياه وتشجير الأراضي غير الزراعية ليقدم السداني خدمات جيدة لفترة طويلة. وذكر مسؤول مكتب الزراعة أن السدود المشيدة حسب المناطق تساعد في تشجيع الأنشطة الزراعية الأسرية المنسقة والمترابطة، وإن سدي صالوت وغوريتات شيدا آخذان في الاعتبار لهذه الأهمية. هذا ويوجد في الإقليم الأوسط 124 سدا وحفيرا من أحجام مختلفة. تشهد مديرية لوغو عنسبة في إقليم القاشبركة برامج تنموية واسعة تشمل إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية وخزانات المياه والزراعة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية أن هذه البرامج تشمل بناء مدرسة بحوالي 13 مليون نقفة في ضاحية مقركة وسدود وحفاير عدحنس وقرانة خدو وديدة ودرسني. وأوضح مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس بعد تفقده الأعمال الجارية إكمال الدراسات والتخطيط لبناء سد في درسني. وعلم وجود خطة أيضا لتنفيذ برامج مماثلة في ضواحي مقركة وعدن أمن وصلالة.
وقال خبير حماية التربة والمياه والتنمية المروية المهندس مسجون عند هيمانوت إن السد الذي يشيد في ضاحية دق شحاي سيسهم في توفير مياه الشرب والسقي والري. وأكد السكان عملهم لإصلاح مساقط مجاري المياه وتثبيت التربة لإنجاح البرامج المنفذة. أحدثت الأمطار التي تهطل باستمرار منذ 19 من يوليو المنصرم أضرارا في المنازل والمزروعات والمواشي، وقد انهار أكثر من 14 منزلا في لوغوساردا ووقع أضرار في المواشي، كما انهار المجرى التحويلي والجسر المشيد بأكثر من 800 ألف نقفة، ومصرع شاب بعمر 20 سنة جرفته السيول، كما لحقت الأضرار ببساتين المنطقة. وانهار 7 منازل في ضاحية غوبيلي ونفوق عدد كبير من الأغنام وتدمير السيول ل20 هكتارا من المزارع، ودمر 30 منزلا وانهار خزان مياه وجسر، ولحقت الأضرار بعدد كبير من المواشي والمزروعات في ضاحيتي غنزبو ودكليفاي. وفي ضاحية عد حرقيز دمرت 16 منزلا و30 هكتارا من المزارع ومجرى تحويلي، كما انهار جسر في ضاحية عون عندوم و11 منزلا ومجرى تحويلي في ضاحية عد خرن، وجرفت السيول عدد كبير من المواشي في ضاحية دبي. تجري أعمال صيانة الطرق الترابية التي جرفتها السيول بنفير السكان ووحدات الجيش في مديرية بارنتو. وذكر مدير مديرية بارنتو بالإنابة السيد يمان محاري تنفيذ مهام فاعلة بدعم الآليات لصيانة طرق النقل المجروفة في مدينة بارنتو، وأشار إلى مشاركة سكان ضواحي كركاشة وسوسنة وسيسمة بتعاون وحدات قوات الدفاع في أعمال صيانة خط بارنتو شامبوكو. وأكد المشاركون استعدادهم الدائم للمساهمة في إصلاح الطرق التي خربتها السيول. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. عقد رئيس الوزراء اليوناني اجتماعا لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة وسط تصاعد حدة التوتر مع تركيا التي أعلنت أن سفينة بحثية تابعة لها ستجري عمليات تنقيب استكشافية في شرقي البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان. وكانت تركيا أعلنت أن سفينتها البحثية أوريكريس يرافقها سفينتين مساعدتين ستجري عمليات تنقيب، ويعد هذا الإعلان الخطوة الأحدث في مسار الخلاف المتواصل بين أنقرة وأثينا. في هذه الأثناء دعت وزارة الخارجية اليونانية تركيا إلى التوقف عن تحركاتها غير القانونية والتي تقوض الأمن والسلام في المنطقة على حد تعبيرها، في إشارة إلى أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا شرقي البحر المتوسط. وتأتي أنشطة التنقيب التركية وسط غضب تركي جراء صفقة أبرمها اليونان ومصر لترسيم الحدود البحرية وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين في البحر المتوسط. تلك الصفقة التي اعتبرت أنقرة أن الهدف منها هو إبعادها عن شرقي البحر المتوسط. فرضت الصين عقوبات على 11 أمريكيا بينهم السيناتوران ماركو روبيو وتيد كروز ردا على خطوات مشابهة اتخذتها واشنطن بحق مسؤولين صينيين على خلفية حملة بكين الأمنية في هونغ كونغ. واتهمت واشنطن الأسبوع الماضي 11 مسؤولا بقمع الحريات والعمليات الديمقراطية في هونغ كونغ بمن فيهم زعيمة المدينة كاري لام، وأعلنت أنها ستجمد أي أصول لهم في الولايات المتحدة. واعتبرت الخطوة أقوى رد لواشنطن حتى الآن على فرض بكين قانونا جديدا مثيرا للجدل على المدينة يتعلق بالأمن القومي. وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان إلى أن الخطوة الأمريكية تعد تدخلا صارخا في شؤون الصين الداخلية وانتهاكا جديا للقانون الدولي. واتهمت بكين قوى أجنبية بإثارة الاضطرابات التي ردت عليها بفرض قانون أمني أواخر يونيو، ما أثار مخاوف سياسية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. شهد بركان جبل سينابونغ
بجزيرة سومطرة الإندونيسية انفجارا تسبب في دفع الحمم والرماد لارتفاع كبير. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مركز علم البراكين وتخفيف مخاطر الكوارث الجيولوجية الإندونيسي. وأوضح البيان أن الرماد والدخان اللذان انبعثا من البركان وصلا لارتفاع 2000 متر. وحذرت السلطات المحلية سكان المنطقة من الاقتراب مسافة 5 كيلومترات من محيط البركان ودعتهم إلى ارتداء الأقنعة الواقية. يذكر أن بركان جبل سينابونغ عاود نشاطه في عام 2010 بعد ركود دام 400 عام، وخلال السنوات الثمان الأخيرة ثار مرتين عام 2014 و2016 ما أسفر عن مصرع 23 شخصا قبل أن يثور للمرة الثالثة. وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بحزام النار حول المحيط الهادئ، ويوجد بها نحو 130 بركانا نشطا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.